السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بأحسن صحة وحال. كل عام وانتم طيبين، رمضان قرب ان شاء الله، وهنبدأ دلوقتي في تجهيزات رمضان. نجهز حاجة حاجة كده على مهلنا ان شاء الله. انا هعمل النهاردة ان شاء الله شربات الحلويات الشرقية. انا كنت عملته قبل كده على القناة بطريقة، وجاي لكم النهاردة بطريقة تانية. شربات الحلويات الشرقية او القطر او الشيرة على حسب كل بلد ما بتسميه. هنعمله بطريقة ناجحة ان شاء الله، هيقعد معاكي بإذن الله بالسنة. بس اهم حاجة تتبعي الخطوات زي ما هعمله بالظبط، تعمليه زي ما هعمله كده. واهم حاجة الحاجة اللي تحفظي فيها القطر او الشيرة او الشربات بتاع الحلويات ده لازم تكون حاجة محكمة، ما بتبقاش دخلش اي هوا ليه، علشان خاطر يبقى ناجح معاكي وعشان يقعد معاكي ان شاء الله من السنة للسنة. طبعا يا حبايبي انا مش هوصيكوا بقى على اللايك، لازم اللايك علشان القناه تترفع، لان انا شايفه ان اللايكات قليله جدا والمشاهدات قليله جدا. انا مش عارفه ايه السبب. يعني يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد، واللايك عشان رفع القناه، وتشيروه مع صحابكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد. معايا دلوقتي المكونات بتاعتي بقى. السكر، طبعا بتجيبي سكر يكون فاتح عشان العسل معاكي او الشربات يبقى معاكي فاتح. وعندنا هنا المية، هنشوف هناخد قد ايه. وعندنا هنا ده عسل نحل، احنا المرة اللي فاتت كنا عملناه بعسل الجلوكوز، المرة دي هنعمله بعسل النحل. وعندي هنا فانيليا، وعندي ده ربع معلقة بس من الملح. طبعا قلنا قبل كده ربع المعلقة من الملح ده بيخلي العسل لما بتيجي تاكلي حلويات بتحسي انها ممكن بتعمل لك زي حرقان خفيف على صدرك كده. الملح اللي انت بتحطيه ده بيعادل الحموضة، بيخلي ما يبقاش، ما تحسيش بالجزعة او بالحرقان بتاع السكر او بتاع العسل. وعندي هنا ده عصير ليمونه، عصير ليمونه واحده بس على الكميه دي، لان انا عامله كميه كبيره ما شاء الله علشان تقعد معايا الشهر كله. انا دول 12 كوبايه او 12 مج من ده، انا عداهم علشان ما اطولش عليكم. انا بحط على كل 3 كوبايات سكر بحط كوبايتين 2 من الميه، وبيبقى التقل بتاعه جميل جدا. ده طبعا الشربات او القطر او الشيره بتاعت الكنافه والجلاش والقطايف. البسبوسه طبعا بتحتاج السكر بتاعها بيبقى في وقته وبيبقى سخن، فما بعملوش ده، انا بعمله في وقتها. انا بعمل بس اللي بيقعد معايا علشان يوفر عليا وقت ومجهود في رمضان ان شاء الله. مش كل ما اجي اعمل قطايف او كنافه او جلاش اضطر اعمل، لا، تبقى انا عاملاه وجاهز عندي، وقت ما احتاج اطلع منه على طول. فانا هنا عندي دول 12 كوبايه، قلنا كل 3 كوبايات هناخد عليهم كوبايتين، يعني دول 12، يعني هناخد عليهم 8 كوبايات من الميه. كده تمام. وهنا عندي هحط معلقتين من العسل على كل 3 كوبايات سكر، عليهم معلقتين من عسل النحل، معلقه كبيره من الفانيليا سايله، او معلقه من الفانيليا البودر. وعندي هنا ده الشبة دي هي اللي هتحافظ لنا على الشربات بتاعنا من السنة للسنة. وعندي هنا دي ربع معلقة من الملح. وعندي هنا ليمونة، عصير ليمونة كبيرة. طبعا انا حاطة عصير ليمونة كبيرة عشان انا عاملة كمية كبيرة. انت على حسب ما عايزة تقللي فبتقللي الليمون على حسب الكمية اللي انت عايزاها. كده تمام. نبدأ بقى دلوقتي ان شاء الله، نسمي الله كده ونبدأ نحط الحاجة مع بعض. هنمشي خطوة خطوة، لان انا كل حاجة هيبقى ليها وقتها، انا مش هحط كل حاجة على بعض. انا هحط دلوقتي المية، هعاير على دول 8 كوبايات مية. نسمي الله كده، نبدأ بسم الله. طبعا انا هعد المية علشان ما اطولش عليكم، فانا دول هحط عليهم دلوقتي 8 كوبايات. بعد ما عديت ال8 كوبايات ميه هبدأ أعد معايا هنا 8 معالق من العسل النحل. برضو بسم الله، ادي 1 2 كده، عديت برضو 8 معالق من العسل. وهقلب السكر بالعسل، اقعد اقلب فيه لحد ما ادوبه خالص. تدوبي بيه كده بالراحة. احنا ما شاء الله عاملين كمية حلوة عشان تريحك ان شاء الله في رمضان، ما تلاقيش نفسك انك انت تبقي بتبذلي مجهود في الفاضي. انت تعملي مره واحده وهيدنوا عندك. وقت ما تيجي تعملي طبعا في رمضان ان شاء الله بتحتاجي تعملي كنافه كل يوم، مثلا كنافه، قطايف،
جلاش، فتبقى عندك جاهز على طول. هيريحك قوي. جربي، انا بقالي سنين بعمل كده، والطريقه دي ما شاء الله طريقه ناجحه جدا، بتقعد معاكي وما بيجرالهاش حاجه. بس اهم حاجه المهم عشان تقعد معاكي بره التلاجة وما يجرالوش اي حاجه، ان الحاجه اللي تكوني حافظه فيه تكون محكمه قوي، ما يدخلش هوا خالص. هو ده يعني شرط اساسي علشان ما يجراش للشربات بتاعك او العسل بتاعك اي حاجه. هنقعد بقى نقلبه كده لحد ما ندوبه خالص. كده خلاص انا يعتبر دوبته، يعني هيبقى في حاجات بسيطة هنعملها بقى كده على النار مع بعض. كده نستمر بقى في التقليب لحد ما نلاقي السكر شوية اللي تحت اللي ما دابوش دول يدوبوا خالص. واول ما هيبدأ يغلي هرجع لكم عشان نشوف هنحط ايه وهنعمل ايه. بصوا بقى كده بدأ العسل يغلي. انا عندي الريم ده لازم اشيله علشان عندي الشربات بتاعي يكون نقي ويكون نظيف. فانت اي حاجه اي ريم هتلاقيه بالشكل ده كده تجيبي طبق وتشيليه كده بالشكل ده، ما تخليش فيه اي ريم خالص. وبعد ما شلت الريم عندي هجيب طبق كده فيه ميه. الخطوه دي مهمه جدا علشان الشربات معاكي ما يسكرش. بتيجي من الاحراف وتمشي كده تشيلي اي زوايد يعني تكون موجوده فوق، لان ممكن ذرات السكر تطلع فوق وانت احنا بنقلب. فاحنا الخطوه دي بنعملها كده عشان ننزل اي ذرات من السكر طلعت فوق هنا عشان ما تخلوهوش يسكر معايا. امشي بيها كده كويس واتاكد ان ما فيش اي ذرات سكر في الاحراف. الخطوه دي زي ما بقول لك مهمه، اوعي ما تعمليهاش. وكل ما يطلع ريم انا بشيله بالشكل ده، ما بتخليش ريم لحد ما الاقي ان ما عادش فيه ريم بيطلع. ان انا حالا لما شلت خلاص رجعت وطيت بس النار على ما كنت شلت الريم، لما جيت عليتها تاني لقيت الريم بدأ يطلع. فانت لازم تشيلي الريم لحد ما تلاقي مفيش ريم. ده غليان عادي، انما مفيش عادش فيه ريم كده. ده الغليان بس بتاع الشربات. كده خلاص الشربات معايا بقى تمام اهو. شلنا الريم من عليه خالص. هبدأ انزل بربع معلقة الملح الصغيرة، وانزل معايا بعصير الليمونة اهو. عصير ليمونة واحدة على الكمية دي، ما شاء الله كمية كبيرة، يبقى عصير ليمونة بس. طبعا انا كنت وطيت النار رجعت عليتها اهو، وهنزل بالشبة بتاعتي. طبعا الشبه دي ما تستغربوهاش، الشبه دي بتدي نتيجه حلوه جدا في الشربات بتاعك، بتديله لون زي لون الشربات بتاع بره كده، وفي نفس الوقت العسل اللي احنا حاطينه بيديكي برضو اللون ده. انا هوريهولك برضو واحنا اما يخلص خالص هتشوفي الشكل بتاعه واللون بتاعه هيبقى عامل ازاي. انا دلوقتي كده هسيبه حوالي يعني من 7 دقايق ل10 دقايق كده. بعد ما عدى تقريبا حوالي 8 دقايق اهو، داخل في 10 دقايق، هبدأ اعمل بقى اختبار كده. هاخد شوية كده من العسل في الطبق كده، بسم الله، واسيبه بس يدوب يعني يهدى شوية كده. بصوا بقى كده بعد ما برد اما تيجي تمشي كده بصي بيمشي ازاي كده. خلاص يعتبر تقل اهو. فكده خلاص يبقى احنا كده خلاص الشربات بتاعنا خلاص. هنبدأ بقى نحط عليه الفانيليا. ننزل كده بحوالي معلقة من الفانيليا. طبعا الفانيليا دي السايبة دي بتكون نكهتها قوية شوية. وطبعا انا لما كان بيتكون لي اي ريم هنا كده انا برضو لحد ما بخلص وانا بشيله ما بسيبهوش. وبرضو بمنديل ولا حاجة بتيجي من الاحراف وبتشيليه عشان يبقى عندك قلنا الشربات بتاعنا يكون نقي وجميل. انا كده خلاص دقيقة واحدة بس مع الفانيليا وهطفي عليه كده. بعد ما عدى دقيقة بقى هطفي عليه بالشكل ده. طبعا انا حطيت فانيليا، انت حبيتي تحطي ماء ورد، حبيتي تحطي ماء زهر، النكهه اللي انت بتفضليها في الشربات او القطر او الشيره بتاعتك حطيه. مش شرط انك انت تحطي فانيليا، على حسب اللي انت النكهه اللي بتحبيها.
ودلوقتي كده هجيب منديل بقى بالشكل ده. بصوا الريم البسيط اللي حوالين الحله ده انا همشي بيه بالشكل ده كده، اشيله امسحه بالمنديل كده عشان لما اجي اعبي العسل بتاعي او الشربات بتاعي ما ينزلش. يبقى انا كده مسحته اهو بمنديل اهو. يبقى انت طلعتي كده كل الريم، ما عادش فيه اي ريم خالص، حتى الريم اللي كان حواليه احنا شلناه. دلوقتي انا هسيب العسل بتاعي او الشربات بتاعي يبرد خالص، وبعد كده هنيجي نشوف شكله. اوريكي برضو طريقه تانية عشان تعرفي اذا كان خلص ولا لا. احنا ده الطبق اللي كنا حاطين فيه اهو. تيجي بصبعك كده وتمسكيه وتعمليه بالشكل ده اهو. بصي بصي القوام بتاعه عامل ازاي اهو، جميل ما شاء الله. وطبعا برضو لما تيجي تقلبيه بتلاقيه هو طبعا دلوقتي سخن، انت لما بيبرد بيتقل معاكي. فانا لما باجي اعمله كده بصي تحسي ان هو نازل بشريطه معايا اهو، وهو لسه سخن. لما بيبرد بيبقى اتقل من كده. احنا طبعا سيبناه دلوقتي يبرد في الشويه اللي في الطبق عشان نختبره، علشان نشوف القوام بتاعه. فاحنا دلوقتي كده هنسيبه مجرد ان هو هيبرد نبدا نعبيه ونشوف شكله عامل ازاي. بصوا بقى شربات الحلويات بتاعنا بعد ما خلاص كده برد خالص. بصوا بقى عايزه اوريكم بقى القوام بتاعه. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. احنا كنا واحنا بنقلبه دلوقتي قبل ما يبرد كان تحسي ان هو سايل او خفيف، تقولي هيطلع خفيف. بصي بقى التقل بتاعه بعد ما برد ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو ده القوام اللي احنا عايزينه في الشربات بتاعنا. ولو لاحظتي بقى بصي اللون بتاعه عامل زي لون عسل النحل، عشان احنا حاطين فيه عسل نحل. بصي اداله اللون عامل ازاي، وكمان الشبة اللي احنا حاطينها فيه بصي مخليه ما شاء الله اللون بتاعه القوام بتاعه جميل جدا، وهتحافظ لنا على الشربات بتاعنا. كده انا عبيت الشربات بتاعي في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا البرطمان المفروض يكون متعقم، يكون محكم كويس، يكون مقفول كويس، يعني الغطا بتاعه محكم كويس عشان ما يدخلش ليه اي هواء. كده بالشكل ده ممكن تقعديه بره التلاجة عندك بالشهور وبالسنة مش هيجرى له حاجة. انما لو انت مش متأكدة ان الغطا بتاعه محكم وممكن يدخل له هواء، يبقى في الحالة دي تحطيه في التلاجة برضه هيقعد عندك ان شاء الله من السنة للسنة. الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه والله، بتسهل عليكم قوي في رمضان. جربوا تعملوا كميه كده، الكميه دي اعمليها، ولو خلصت منك اعملي غيرها. يعني حتى في رمضان وغير رمضان خلي دايما عندك الشربات بتاع الحلويات ده. وقت ما تحبي تقومي تعملي كنافه، تعملي جلاش، تعملي لقمه القاضي، تعملي اي حاجه هتبصي تلاقيها موجوده عندك جاهز. هيسهل عليكي وهيخليكي ما تكسليش حتى ان انت تقومي تعملي. وبكده نكون خلاص خلصنا شربات الحلويات بتاعنا او القطر او الشيرة بتاع الحلويات الشرقية. كل عام وانتم طيبين وبألف خير يا رب. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. ويا رب ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتنفذوا الطريقه بتاعتي وتقولوا رايكم في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والشير لدعم القناه والاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل عشان اي وصفه جديده انزلها توصل لكم في وقتها ان شاء الله. بشكركم يا حبايبي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.